السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من المراجعة النهائية للصف الثاني الثانوي من قناة الفرنسية مع مستر خالد برسيم. الفيديو اللي فات احنا وضحنا فيه خلاصة الدرس الأول وحلينا تمارين كالعادة من الكتاب الصغير بتاع المراجعة النهائية بتاع ميرسي، الكتاب الصغير اللي هو عامل لي تمارين على كل درس. بنخلص هنا في الورق بتاعي خلاصة كل درس وبننتقل للكتاب علشان نطبق على الدرس مع بعض. هنفتح مع بعض الورق بتاعي على الصفحة اللي فيها خلاصة الدرس الثاني اللي هي الصفحة رقم 3. الصفحة رقم 3 والدرس الثاني بيتكلم بصفة أساسية عن الإكسسوارات. كلمة أكسسوار اللي هي معناها ملابس بتاع إكسسوارات. الأكسسوار والفيتمون الاتنين جمع مذكر، يبقى عندنا كلمة اكسسوار وكلمة فيتمون لو جايين جمع الاتنين بيكونوا جمع مذكر، ولكن الأحذية لما تجيلي الأحذية اللي في رجليا تحت جمع مؤنث. يبقى تاني الاكسسوار والفيتمون لما يكونوا الاتنين جمع في السؤال الاتنين جمع مذكر، يبقى معنى كده ان كلمة اكسسوار وكلمة فيتمون الاتنين مذكر، انما كلمة شوسير أحذية كلمة جمع مؤنث. مطلوب مني ان انا اعرف الاكسسوارات اللي عندي وابقى حافظ هي مذكر ولا مؤنث علشان هتجيلي كتير في اختر. غير كده احفظ معنى كل اكسسوار عندي علشان هيربطهولي باجزاء الجسم زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. اولا ممكن يجيلي في المواقف يقول لي تسأل صديقك عن الاكسسوار اللي بيلبسه، فانت تقول له ايه؟ ممكن اقول له كيل اكسسوار تو مي، اي الاكسسوارات انت ترتدي. اخترت هنا كيل افيك اس الجمع المذكر لان كلمة اكسسوار كلمة جمع مذكر. ممكن اقول له تي بورت انت لابس كيل اكسسوار، انت لابس اي الاكسسوارات. ممكن اقول له كيسكو تو مي ماذا ترتدي كاكسسوار. ده شكل السؤال في المواقف. السؤال ده ممكن الاقيه جاي لي في الايميل تحته بيقول لي ايه الاكسسوار اللي انت لابسه، فبالتالي لازم انا ابقى عارف الاجابه ان انا هكتب له جو بورت انا ارتدي او جو مي انا لابس، وابدا اقول له اي اكسسوار من الاكسسوارات اللي انا كاتبها لك دي. ان كوليer ان براسلي ان شابو ان بوني ان sac à main un foulard des gants une bague une ceinture une cravate une casquette une montre une écharpe une sacoche des boucles des lunettes. فلازم ابقى عارف السبيلنج بتاعهم عشان لما اجي ارد على السؤال ده لو جالي في الايميل، فانا اقدر اكتب له جو بورت ان كوليer اونور انا لابس عقد من الذهب، او جو مي اون باج اون ارجون لابس خاتم من الفضه. اخلي بالي بقى ان انا هيربط لي الاكسسوارات باجزاء الجسم عندي. ممكن يقول لي تخبر صديقك بالاكسسوار اللي انت لابسه على الراس ويديني شويه اكسسوارات اختار منها. تخبر صديقك بماذا ترتدي في اليد ويديني شويه اكسسوارات في اختار منها. ممكن يرخم عليا ويجيب لي في سؤال الايميل تحت ماذا ترتدي حول الرقبه، ماذا ترتدي في الاذن. فلازما ابقى حافظ هنا اجزاء الجسم والاكسسوارات اللي ممكن البسها. نيجي مثلا على اول واحده سير لا تيت اللي هي على الراس. لو اقول لي انت بتلبس ايه على الراس هكتب له جو بورت انا ارتدي على راسي. ممكن البس ان شابو ان بوني، ممكن البس على راسي اون كاسكيت. ادي الحاجات اللي ممكن تتلبس على الراس. طب لما يقول لي اوتور دو لا مان يعني حوالين ايديك تلبس ايه؟ ممكن اقول له ان براسلي حظاظه. ممكن هقول له هلبس اون مونتر ساعة يد. طيب اوتور دي بوانيه حول المعصم هتلبس ايه؟ نفس الحكايه ان براسلي ممكن اون مونتر. طب لما يسألني يقول لي ماذا ترتدي autour du cou
بتلبس ايه حوالين رقبتك؟ هقول له ان كوليه، عقد. ممكن احط حوالين رقبتي ان كرافات، كرافاتا. ممكن احط حوالين رقبتي ان فولار، كوفية. طب بتحط ايه سير لبول، على كتفك؟ بحط كوفية في الشتاء على كتفي، ان فولار. اللي بتحطه على ليزيه، او النهارده يوجد سولي يعني شمس، هتلبس ايه؟ يبقى هقول له هلبس دي لونيت، نضاره. وخلي بالي ان كلمه نضاره جمع مؤنث. هتلبس ايه؟ اودوا، في صوابعك. صوابعي ممكن هلبس فيها اون باج، خاتم. هتلبس ايه؟ اوزوري، في ودانك، يبقى هلبس دي بوكل. يبقى خلي بالي ان هنا هيربط لي اجزاء الجسم بالاكسسوارات. يبقى خلاص عرفنا ان كلمة اكسسوار وكلمة فيتمون الاتنين مذكر، ولكن اللي بنلبسه في رجلينا تحت شوسير كلمة مؤنثة. ننتقل للأحذية. كلمة شوسير كلمة مؤنثة، وانا جامع لك في المربع هنا اسامي الأحذية اللي بتتلبس في الرجلين، كلهم جمع مؤنث ما عدا كلمة صابو، دي كلمة جمع مذكر. السؤال عن الأحذية يقول لي تسأل صديقك أي الأحذية أنت ترتدي، كل شوسير تمي. اخترت هنا الكل جمع المؤنث لأن كلمة شوسير كلمة جمع مؤنث. كيسكو تمي كوم شوسير، لابس ايه كحذاء؟ لو جالي في الايميل هرد اقول له جمي انا ارتدي، او جبورت انا لابس برضو، واي حذاء من الموجودين في المربع دول، دي شوسير، دي باسكيت، دي بوت، دي صندال. ونعدل مع بعض كلمة بوت قصير ده بوتين، بي او تي اي ان او. دي باليرين. كاتب لك خلي بالك ان كل اللي بنلبسه في رجلينا جمع مؤنث ما عدا دي با اللي هو الشراب الطويل اللي البنات بتلبسه اللي هو فوق الركبه، او دي سابو اللي هو الصابو. خد بالك الملحوظه دي مهمه جدا. لو لقيت قبل الاحذيه اللي فوق ده اهي اللي في المربع كلمه اون بير دو، اون بير دو، اعملها على انها مفرد مؤنث. تعال شوف المثال ده. ليه شوسير؟ قلنا كلمة شوسير جمع مؤنث، وجمع المؤنث هنا هنختار اللي اخره اس. لا بير دي شوسير هنا هنعملها على انها جمع ولا مفرد؟ طالما لقيت كلمة لا بير اعملها على انها مفرد مؤنث، يعني بتساوي الضمير ال للبنت، يبقى هنختار نوار اللي اخرها او. بيسألني عن مقاس الأحذية بكلمة اسمها بوانتير. احفظ ان كلمة تاي يعني مقاس التيشيرت، مقاس القميص، كلمة مؤنثة. وكلمة بوانتير مقاس الجزمة برضو كلمة مؤنثة. بعد كده يجيب لي الضمائر الشخصية. مش هنرغي كتير في الضمائر الشخصية ونقول بقى ضمير مباشر وضمير غير مباشر ومفعول به مباشر ومفعول به غير مباشر، فكك من الكلام ده كله. لما يجي يقول لي اختار الضمير لو او لا او الابوستروف او ليه، لما يقول لي اختار واحد منهم بختار على اي اساس؟ بنحدد الكلام عايد على ايه وتختار واحدة منهم. علي ايه او كلوب، الواد علي في النادي. جو فوا او كلوب، انا شفت في النادي. عايز اقول انا شفت علي، الكلام عايد يا مسيو على علي، علي مفرد مذكر، يبقى هنختار الضمير لو. Cette jupe est belle. الجيبة دي جميلة. Je vais acheter. أنا سوف أشتري. هنا عايز أقول أشتري هذه الجيبة. الكلام يا ميسو عايد على الجيبة، كلمة مفرد مؤنث، يبقى هنختار لا. بس لما بصيت بعد النقط لقيت إن الفعل أوله حرف متحرك فهخليها الأبوستروف. يبقى أنا عندي اللو واللا هما الوحيدين اللي ممكن أخليهم الأبوستروف في حالة ان الفعل اللي بعد النقط اوله حرف متحرك. Les chaussures sont belles. الأحذية جميلة. Je vais essayer. أنا سوف أقيس. عايز أقول أنا سوف أقيس الأحذية. جمع يبقى ليه للجمع. يا مسيو الفعل اللي بعد النقط قبله أوله حرف متحرك.
لا، ليه للجمع بتفضل زي ما هي. Tu aimes ce pantalon؟ انت حابب البنطلون ده؟ ايوه انا سوف ارتدي. ارتدي ايه؟ البنطلون. يبقى مفرد مذكر هنختار le chemisier noir. القميص الاسود هو سوف يرتدي القميص الاسود. يبقى هنا مفرد مذكر، يبقى هنختار le. ننتقل في الصفحة اللي بعدها لضمير المخاطب والمتكلم. اساسي عندي ان انا اترجم مع بقية الجملة عشان اعرف احل. لما اجي اشوف الم او الام مستروف اترجمها ني او لي. لقيت الت اترجمها حرف الكاف او لك. نو يبقى نا او لنا. فو يبقى كم او لكم او لحضرتك. تعال نشوف المثال هنا، وبيقول لي خلي بالك الاربعه دول مكانهم دايما قبل الفعل. مكانهم دايما قبل الفعل. علي je نقط achète ce pull. عايز اقول له يا علي انا اشتريت هذا البلوفر لك. يبقى هنا هختار الضمير ت، بس هنا هختار الت ابوستروف علشان الفعل اوله حرف متحرك. ميزامي يا اصدقائي انا انتظر في النادي. عايز اقول انتظركم، يبقى هنختار الضمير مين؟ فو. يبقى الترجمة شيء اساسي عشان اعرف احلها. فيت بسرعة، نحن نكون متأخرين، بابا ينتظر. عايز اقول احنا متأخرين، بابا مستنينا. يبقى هنا هنختار الضمير نو. je te parle انا بكلمك. انت سامع كويس؟ عايز اقول له انت سامعني كويس. يبقى هنا هنختار ام ابوستروف. او لما الاقي مسيو او مدام يبقى الكلام على طول مع الضمير مين يا شباب؟ الفو. وضحنا ان الاربعه اللي فوق دول مكانهم دايما قبل الفعل، لان بيقول لي خلي بالك المي والتي لو هتختارهم مكانهم بعد الفعل هيبقوا موا او توا. ازاي؟ علي apporte نقط ton livre، احضر كتابك. عايز اقول له احضر لي كتابك. المفروض يا ميسيو هختار لي يعني المي ده اهي، بس هنا مكانها جاي بعد الفعل يبقى خليها موا. علي ربوز نقط ان بي. عايز اقول له ارتاح قليلا، ريح نفسك قليلا، ارتاح انت شوية. يعني يا ميسيو هختار التي. حلو، مكانها هنا فين؟ بعد الفعل يا ميسيو، يبقى خليها توا. منى بريت سلفي فستانك. عايز اقول لها سلفيني فستانك. يا ميسيو هختار المي. شاطر، بس مكانها هنا فين؟ بعد الفعل، يبقى هنخليها موا. يبقى خلي بالي ان المي والتي مكانهم قبل الفعل، انما موا وتوا مكانهم بعد الفعل. ضمير المخاطب والمتكلم ممكن يجيلي على شكل سؤال واجابه، وبيبقى حاجه جميله قوي لو جالي على شكل سؤال واجابه. جالي مي اخليها تي والعكس صحيح. جالي نو اخليها فو وبرضه العكس صحيح. اما اقول مثلا كده تي ميكوت بيان، انت سامعني كويس، لقيت المي يبقى في الاجابه هتخليها تي، بس هتبقى تي ابوستروف. تي نو اتون، لقيت نو احولها في الاجابه الى فو. تي نو ابريت تون بول، رد قال لي وي جو تي، لقيت هنا تي في الاجابه احولها انا في السؤال الى مي. الجزئيه الاخيره عندي وهي السؤال عن لو بري. لما تيجي تسأل عن السعر يقول لي في رأس السؤال في المواقف تسأل صديقك عن سعر كذا. يبقى كيل لو بري دي كذا. اخترت هنا كل المفرد المذكر علشان كلمة بري كلمة مفرد مذكر. ممكن الاقي اسم الحاجة وبعدها سا في كومبيان. احفظ التركيبة دي على بعضها. سا في كومبيان بكام. او ممكن اقولها له سي كومبيان برضو معناها بكام. ممكن اقول له كومبيان كوت كم يكلف. وخلي بالي هنا كوت اخرها او. اشمعنى؟
عشان بسأل عن حاجة مفرد. اصل الحاجة المفرد دي ممكن تبقى بتساوي إيل او ال البنت، فبالتالي الإيل والإل بتاخد اللي اخره إل. انما لو كنت بسأل عن حاجة جمع، فالحاجة الجمع بتساوي إيل افيك اس وإيل افيك اس، يبقى هنختار اللي اخره على طول ان تي، وهتقابلني في اختر دلوقتي. لو السؤال ده جالي في الايميل بكتب له صافي هذا يكلف، وتكتب مثلا 50 كده بالارقام ال او. سي انه برضو 50 مثلا ال او. سا كوت هذا يكلف برضو 50 ال او. خلي بالك هنا ان الصا لو لاحظتها بتتعامل على انها بتساوي الضمير إل. تعال اما نشوف مع بعض بقى في كتاب ميرسي تطبيق على الدرس ده. هتفتح معايا الصفحة رقم 22 على المواقف. ووضحنا قبل كده لما تكون بتحل المواقف حدد انت بتسأل عن ايه او بتتكلم عن ايه، وشوف مين بيتكلم وابدأ اختار. انت تسأل صديقتك اين هي تشتري الاكسسوارات بتاعتها، فهي هتقول يبقى على بوتيك محل الملابس. tu ne trouves pas انت ما لقيتش الاكسسوار بتاعك، هتقول ايه؟ بتتكلم هنا اهوت عن الاكسسوار، يبقى هتقول je ne trouve pas mon collier، انا ما لقيتش العقد بتاعي. الصفحة اللي بعدها tu décris تصف tes nouvelles chaussures أحذيتك الجديدة. الأحذية خلي بالك كلمة جمع مؤنث، يبقى هقول هنا اهو elles sont à lacets إنها برباط. tu admires أنت معجب بالإكسسوار بتاع صاحبتك، يعني عايز أقول لها ده جميل لايق عليكي، يبقى هقول il te va très bien إنه يناسبك جدا. tu demandes à ton ami بتسأل صديقك عن المادة الخام بتاعة الحظاظة، بسأل عن المادة الخام بتاعة الحظاظة، يبقى أنا بحدد زي ما أنا بعمل كده يا شباب. بسأل عن إيه؟ يبقى en quoi est le bracelet، مما تكون الحظاظة. tu demandes à ta copine بتسأل صديقتك عن الإكسسوارات المفضلة ليها، يبقى أقول لها quel accessoire tu préfères. تتحدث عن اكسسواراتك المفضلة، يبقى هقول j'adore les colliers. tu décris أنت تصف la bague الخاتم بتاع صاحبتك، يبقى الخاتم بتكلم عن حاجة مؤنثة، يبقى هقول elle est en or إنه من الفضة، إنه من الذهب. ton ami te demande صديق بيسألك ماذا ترتدي حول الرقبة، زي ما وضحنا هيربط لي أجزاء الجسم بالإكسسوارات. حول الرقبة يبقى هقول له un collier en or عقد من الذهب. تسأل البائع عن سعر الإكسسوار، تقول له إيه؟ السعر لسه موضحين دلوقتي سعر إكسسوار، يبقى هقول له سي كومبيان بكام. ton ami te demande صديق بيسألك pourquoi لماذا ترتدي des lunettes de soleil نظارة شمسية، يبقى طبعا علشان على طول اختار اللي فيها العينين لكي احمي العينين. ton ami te demande صديق بيسألك عن رأيك في الاكسسوار، حدد كده وانت بتسأل عن ايه، يبقى اقول له que penses-tu de cette bague ما رأيك او ماذا تعتقد في هذا الخاتم. ton ami te demande صديق بيسألك ce que tu portes ايه اللي بتلبسه لكي تغطي الأقدام. الأقدام يبقى جزمة، شراب، صندل، أي حاجة في الرجلين، يبقى دي شوسيت شرابات. tu demandes à ton ami بتسأل صديقك أو صديقتك ماذا ترتدي حول معصم اليد، يبقى هتلبس هنا يا حظاظة يا ساعة. اليوم يوجد سولي شمس حارة، يبقى هتلبس ايه من دول، يبقى مش هينفع ان انا البس كاسكيت كاب على راسي. دانيال اي سا سور بتساوي إل افيك اس، والإل افيك اس تاخد اللي اخره ان تي.
اما يجي خلينا اختار واحدة من دول، بحدد الكلام عايد على ايه. الكلام عايد على الاكسسوار، وقلنا كلمة اكسسوار كلمة مفرد مذكر، يبقى هنختار هنا لو. صفات الإشارة بختارها على أساس الكلمة اللي بعد النقط، مفرد مذكر أوله ساكن يبقى س. لي بوت دي جولي، البوت بتاع جوليا يكون أي حاجة بلبسها في رجلين جمع مؤنث، يبقى اللي آخره اس. منى مي دي بوكل دوري، لابسة حلق نقط أرجون، قلنا إن المادة الخام بحط قبلها اون. تيميكوت جالي اهو في السؤال م، احولها في الاجابه الى ت. ليز اكسسوار، الكلام عايد على الاكسسوارات جمع يبقى هنا ليه. لينت وضحت واحنا بنشرح انها كلمه جمع مؤنث يبقى كل جمع المؤنث. لشارب، منى سوف ترتدي، ترتدي الاشارب مفرد مؤنث يبقى لا. سيت باج مبلي، عايز اقول ان الخاتم ده يعجبني كثيرا يبقى بوكو عشان بتيجي هي في اخر الجمله، انما لو كان عندي صفه كنت اخترت تري. كالاكسسوار جيلي بتساوي ايه للمفرد يبقى مي. سانتير الحزام كلمه مفرد مؤنث يبقى ست. ما بوتيت يا صغيرتي، اد ساعدي في تجهيز الوجبه، يبقى عايز اقول لها ساعديني، يبقى يا م يا موا، مكانها هنا فين بعد الفعل يبقى موا. جو في اشتي دي كاسكيت، اي حاجه يا جماعه اخرها او تي تي او دي كلمه مؤنثه، وطبعا لما بنلاقي في الاختيارات مارون بختارها وانا مغمض. مدام، اول لما الاقي مدام او مسيو يبقى الفو على طول. شابو وضحنا قبل كده ان شابو هنا كده اخرها اكس، والكلمه اللي اخرها اس او اكس بيكون جمع مذكر، وما ينفعش اختار كده الاولى، يبقى هقول كومبيان دو، كم عدد الشابوهات اللي هتشتريها. ساره مي نوع بوكل دوري، كلمه بوكل كلمه جمع مؤنث يبقى كل. ست بير دو شوسير، زوج الأحذية ده هي سوف تشتري، قلنا لما نلاقي كلمة بير هعملها على انها مفرد ايه؟ مؤنث. سي سون دو مايو، المايو دو بان، مايو دو بان كلمة جمع مذكر يبقى بلو. Tu ne me vois pas bien، انت مش شايفني كويس، رد قال اشعر بألم في العينين يبقى لماذا؟ Je vais changer نقط اكسسوار، قلنا انها مفرد مذكر اوله حرف متحرك يبقى ست. mes enfants يا اطفالي، منادى جمع امر مع الفو، الافعال الذو ضميرين في الامر بنحط الفعل الاول وبعده فو. vous faites نقط pointure، قلنا كلمة تاي وكلمة pointure كلمة مفرد مؤنث، ما مقاس جزمتك. les sandales، انا مش هلبسها ابدا، الكلام عاد على الصندل يبقى ليه للجمع. سيسوار هذا المساء، جو في الي نوع بوتيك، بوتيك محل الملابس، على بوتيك. لا بير دي شوسير ايه، قلنا هنعملها على انها مفرد مؤنث، وطبعا اول لما الاقي مارون بختارها. جاشيت دي شوسير اون، في درس الصفات الجمع والتأنيث قلنا اي لون بعد الاون بيكون مفرد مذكر. اكسسوار وضحنا انها جمع مذكر يبقى كل. جيلي مي دي شوسير نوع تالون، تالون يعني بكعب، وعرفنا ان الاشكال بحط قبلها في المثال اللي بعده كوير يعني جلد، قلنا المادة الخام بنحط لها اون. جو نيم با نوع باج، باج كلمة مؤنثة يبقى ست للمؤنث. ما سير بتساوي ال للمفرد يبقى اللي اخره تي. فولار الكوفية مفرد مذكر اولها حرف ساكن يبقى س. لي شوسير اتالون الجزمة اللي بكعب. جولي مش جولي هتلبس في الحفلة يبقى هتلبس لي شوسير، يبقى هنا هنختار لي. ايه توم بونت بول البلوفر بتاعك، قال له كاروهات يبقى كيف اللي بتسأل عن الشكل. سي نوت اشارب مفرد مؤنث اوله حرف متحرك فاختار له حاجة المذكر يبقى مون. مون فرير اي موا اي اسم زي موا يساوي نو، والنو بتاخد اللي اخره
ENS. Monsieur يبقى على طول هختار من غير ما أكمل الجملة vous. attends انتظر أمام المحطة، عايز أقول له انتظرني. مين اللي بتيجي فيهم بعد الفعل؟ كلمة moi. je mets l'anorak، أنا بلبس الأنوراك في فصل الشتاء. فصول السنة بحط قبلها on، ما عدا فصل الربيع printemps بحط قبله o. mes parents والدي بتساوي إلى avec s، يبقى شد اللي آخرها ENT. l'anorak je vais كلام عايد على anorak، أنا سوف ألبسه في السهرة. يبقى هنا هنختار لو لأنه مفرد مذكر. تي بتاخد اللي آخره اس. mes copains يا أصدقائي je vous aide أساعدكم. لقيت فو في السؤال أحولها في الإجابة إلى نو. جون القفازات جمع مذكر يبقى كل. je suis pour أنا مؤيد لهذه الفكرة. كلمة إيدي كلمة مفرد مؤنث يبقى ست. الأو إن لما أشوفها أعتبرها بتساوي إل، يبقى نختار اللي آخره تي. لو كوليي تي، لقيت التي في السؤال أحولها في الإجابة إلى م. هننتقل لسؤال الإيميل والمواقف. بالتالي هنروح على الورق بتاعي نجيب الصفحة القبل الأخيرة، نشوف إيه هو سؤال المواقف، سؤال الإيميل والموضوعات اللي ممكن يجيلي على الدرس ده. هنا الموضوع رقم، هنفتح الصفحة رقم 8. الموضوع الثاني بيقول لي الموضوع الثاني اوصف لي اللبس بتاع صاحبك او صاحبتك. شبه الموضوع اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. هي لابسه قميص، هو من القطن، هو اسود، هو كروهات، هو او هي تلبس بنطلون، انه من الجنس، انه اسود، انه ساده، هو او هي لابس خاتم، انه اسود، انه من الفضه، هي لابسه او هو لابس احذيه، انها سوداء، انها من الجلد. كيسكو تون امي مي صديقك لابس ايه؟ طبعا اقدر اقول له هو لابس قميص، هو لابس بنطلون، اي اجابه. مما يكون اللبس بتاعه، اقدر اقول مثلا ساتوني اي اون كوتون، من القطن. كلي لا كولور دي ساتوني، ايه اللون بتاع لبسه؟ اقدر اقول هو لابس بنطلون، انه اسود. كلي لو موتيف، ايه هو شكل اللبس بتاعه؟ اقدر اقول il او elle met une chemise à carreaux، لابس قميص كاروهات. كل اكسسوار il met، ايه الاكسسوارات اللي هو لابسها؟ اقدر اقول il او elle met une bague، لابس خاتم. وبكده انا قدرت اجاوب على الاسئله من خلال حفظي للموضوع. خلصنا كده الدرس الثاني بكل التكات بتاعته، ويلا بينا على الفيديو اللي بعته لخلاصة الدرس الثالث. ما تنساش تعمل لايك وتسيب كومنت جميل منك، ويلا بينا على الفيديو اللي بعده. أوروفوار.